السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في قناتي مطبخ ماجي وجوجو. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى ايه هنعمل حلو بقى يا حلوين انتوا. شايفين التورتة العسل دي؟ تورتة عملتها بطريقة اقتصادية سهلة جدا للمبتدئين اللي عايزين يعملوا تورتة يعملوها بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله التورتة وجمالها، الطبقات بتاعتها عاملة ازاي؟ تورتة تحفة. شايفين النعومة؟ تورتة هشة طرية لذيذة وبطريقة سهلة تعجبكم بإذن الله. لو عايزين تعرفوا الجمال ده عملناه ازاي، معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. الأول أنا بعمل تورتة مقاس 20. اوكي. مقاديرها ايه يا ماجدة؟ التورته المقاس 20 دي 300 جرام دي سبونج، و3 بيضات، ومعلقه صغيره محسن جل، وفانيليا، وتلت كوبايه ميه. نضربه كله ترين 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 في العجان او بالمضرب لغايه القوام ما يبقى ايه كريمي كده. بحطه في صينيه عليها ورق زبده، وادخله الفرن مسخن سابقا على حرارة 180 لغاية لما تستوي معايا. بختبرها بخلة. بعد كده بعد ما تطلع من الفرن بغطيها واسيبها لغاية لما تبرد. اوكي. هنعمل هنا الكريمة بقى. حطيت هنا كوباية كريم شانتيه خام، نص كوباية سكر، واحط معلقة باستر كريم. معلقة كبيرة دي مليانة باستر كريم، بيتجاب من عندي مستلزمات الحلويات، محل مستلزمات الحلويات. عندي كوباية مية متلجة، كوباية وربع مية متلجة. انا بعد كده لقيتها الكريمة تقيلة بصراحة، رحت حطيت لها ربع كوباية مية تاني. يعني كوباية الكريمة اخدت كوباية ونص مية متلجة. شايفين قوامها ما شاء الله تحفة؟ شايفين قوام الكريمة عامل ازاي؟ متماسكة وناعمة. بعد كده هزين ايه التورتاي. هجيب القاعدة بتاعت التورتة دي وبحط عليها كريم عشان تمسك التورتة. بعد كده دي عندي مية بسكر، نص كوباية مية عادية وعليها معلقتين سكر، نضربهم مع بعض ونسقي بهم الكيك عشان يبقى عندي طري وجميل زيكم كده. تمام. بعد كده هحط بقى ايه الكريمة اللي معايا. حابين تحطوا صوصات تحطوا اي حاجة، بس انا حبيت اعملها ايه اقتصادية علشان لو اي حد حابب يعملها يعملها. هنا الديسك التاني اهو. يعني لو عندي كيك مكسر مش مشكلة، بيتحط في الوسط وبعد كده كله ايه بالكريمة بالداري كله مع بعض. انا حبيت اوريكم يعني لو ديسك مثلا بتاع من التورتة اتكسر او حاجة مش مشكلة، كله بيلزق ايه الكريمة بتلزق كله. وحطيت الديسك التالت وجلستها بالشكل ده. بعد كده هحطها في التلاجة. تمام. حطها في التلاجة حوالي ساعة نص ساعة كده. بعد كده نبقى نكمل ايه التزيينة. انا عشان هعملها لون موف فجبت هنا 3 اطباق، وهعمل اللون الموف بالدرجات بايه بتاعته. هي تبان لكم في الصورة ان هي طالعة لون واحد، بس هي لا، الطبيعة مدرجة يعني تمام. بقسمها هنا حسب الالوان اللي انا عايزاها. دي الوان جل بتتجاب من عند برضو محل مستلزمات الحلويات. ونظبط اللون اللي احنا ايه عايزينه. انا حبيت اسيب لكم الفيديو كله يعني علشان تعرفوا ايه الخطوات بالتفصيل. اوكي. ده اللون الموف ده.
ده الغامق. عملته اهو. انا حبيت اغير يعني اعملها كلها كريمة علشان اللي حابب يجربها يعني تبقى سهلة يعني. بعد كده هطلع التورتة من التلاجة وهجيب كيس حلواني واحط بقى ايه الاول اللون الغامق ده، واحط الدرجات دي يعني غامق افتح شوية، بعد كده اللون الفاتح خالص. طبعا تزيين الكيك ده عايز صبر، لان هو التجليس ده بياخد وقت شوية، وخصوصا لو انت مبتدئة. بس عايز تمرين يعني، تمرني ايديكي، وعايز شغل الايد بتاخد، لما الايد بتاخد ما بتعمل الحاجة يعني بتبقى سهلة يعني، بعد كده يبقى كله سهل. اهو كيس حلواني اهو، وحطيت فيه اللون الكريمة الملونة دي. نجلسها بقى كلها ايه بالكريمة. عادي عادي، لو حاجة وقعت مننا تتشال وتتظبط، كله بيتظبط. يا سبحان الله، الكريمة بتظبط لك كيك، لو كان مكسر، لو كان عالي حتة عالية حتة واطية، فكله ايه بيتظبط بإذن الله. بجيب السكرابر ده وهسويه. شايفين بيظبط ازاي معايا؟ بس بعد كده هنعمل الوش اللي فوق، هسويه بالشكل ده. شوف عندي بحتة عالية وحتة واطية، فانا بحاول اجيب من العالي للحتة اللي نازلة دي، عشان كله ايه يبقى حتة واحدة. شايفين اتظبط ازاي؟ ما حبيتش اشيل من الفيديو حاجة عشان تستفادوا منه. بعد كده اجيب السكرابر المشرشر ده ونشرشر. الشرشرة. شوفوا لو عندي حاجات برضو باينة، كيك باين شايفين بالشكل ده، احط عليه كريمة واشرشره تاني، تمام زي ما هيبان لكم بعد كده. هنا اهو ما حطيت عليه كريمة، بقت كلها متساوية بالشكل الجميل ده. اهم حاجة ما تزهقوش. تزيين الكيك جميل. اما نخلصناها نحطها في التلاجة بقى، كل مرحلة من الكيك تخلص نحطه ايه في التلاجة، تتحط في التلاجة. هنا طلعتها من التلاجة عشان اعمل عليها روزيتات من فوق. عندي هختار لون اصفر عشان يفتح لي التورتة، وجزء من اللون الموف ده برضو. التورتاية دي اخدت 1.5 كوباية كريمة بالروزيتات بكله. لو عايزين تعملوها من غير روزيتات تاخد كوباية بس، حتى وتبقى شوية برضو، يعني نقول كوباية وربع كده بالروزيتات بكله. هاخد القمع الجميل ده الصغنن ده على شكل وردة، احط برضو اللون الموف في الجوانب، في الوسط اللون الاصفر عشان يديني تدرج الوردة، يبقى فيها لون موف ولون اصفر. تمام. شو حطيت اللون الموف اهو، احط في الوسط اللون الاصفر. تورته لذيذه ممكن تعملها لاولادكم، مثلا لو عندك مناسبه عيد ميلاد، نجاح. لو من غير مناسبه حابه تعملي حاجه حلوه لاولادك ولعيلتك، شو عملتها بالروزيتات بالشكل الجميل ده. هنعمل برضو من تحت، نحزمها من تحت بالروزيتات دي. وهجيب بقى، اخدت حته كريمه عملتها باللون الاخضر عشان يعمل لي ايه فرع للورد، فرع الاخضر بتاع الورد.
برضو ايه عشان تظهر جمال الوردات. اديتها منظر، شايفين عاملة ازاي؟ تورتة سهلة، جربوها هتعجبكم، بسيطة خالص. وده شكل التورتة لما خلصت، شكلها تحفة وطعمها تحفتين. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مع السلامة.